ورواتهم الخوارج. دي 6 فرق، كل واحدة انقسم 12 فرقة. 6 ب 12 بكم؟ 70 فرقة. هي الفرقة المعنية بدخول النار على لسان ابن الخطاب. راجع كتاب الفرق بين الفرق للشيخ عبد الغادر عبد الظاهر البغدادي. الفرقة الضالة التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء 72 فرقة كلها في النار. 72 فرقة أصولها 6: الغدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة والخوارج. كل واحد ينقسم 12، 6 ب 12 72 فرقة المعنية بدخول النار على لسان النبي المختار. رسول الله قال افترقت اليهود إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. افترقت النصارى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق، النبي تنبأ بشيء غيري، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ما عليها نار وصحة. وباقي خلصان صلى الله عليه وسلم. يقول عند الباقي جماعة تسجل خلصان عشان ما يشغلوا شغل تسجيل ناس تسجلوا. الباقي خلصان صلى الله عليه وسلم. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ما عليه أصحابه. على أصحابه يدخل فيهم أهل السنة والجماعة وصلوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لله سماد أن يناقشهم في هذه اللحظة وأنهم داري مجال شوية. طيب، أولياء الشيطان قلنا مشركي مكة وأصنامهم، والمنافقين واليهود والنصارى مشركي العرب والمنافقين وصول الفرق الضالة الستة. عقبة مرفوضة. إيه؟ ما يلزم كويس. صلى الله عليه وسلم. صور الفرق الضالة الستة دي الغدرية قالوا ما في حاجة اسمها غضاء وغضب، أنكروا الغضاء والغضب. غدرية قالوا ما في حاجة اسمها غضاء وغضب. ورب قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. ورب قال من رضي بغضائي وصبر على بلائي وشكر على نعمائي كتبته صديقا شهيدا. ومن لم يرضى بغضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليخرج من أرضي وسمائي وليعبد رب السباع. أركان الإيمان 6: إيمان بالله ملائكته كتبه ورسله، إيمان باليوم الآخر والغضاء والغضب الخير والشر. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر لك الخير وقدر لك الشر. قدر لك الخير أشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. قدر لك الشر أصبر. قدر لك الشر أصبر. ما صبرت معناه معترض على قضاء الله وقدره. تصبر الله يديك ثواب كثير. يديك درجتين: درجة الصديقية والشهادة. الشهادة والصديقية هي أعلى درجة من الولاية بعد النبوة هي الصديقية والشهادة. أعلى درجة من الولاية بعد النبوة مباشرة درجة الصديقية والشهادة. وسبحان ما ذا الرجل يصبر ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا. إذا الصدق دي درجة من الولاية العليا بتأتي بالمجاهدة. هذا الرجل يصبر ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن الصدق يحيي البر والبر هذه إياه. وما دام الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يعني الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي النار. إذا الصدقية بين الإنسان رب قال من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر على نعمائي كتبته صديقا شهيدا. صديق شهيد. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليخرج من أرضي وسمائي وليعبد ربا سواي. وين القدر؟ استسلام وغضاء وغضرية. وقال المجوس هذه الأمة قضية عن موبايل عن الحال ما تكلم. صلى الله عليه وسلم. قضية أنكروا الغضاء والغضب. أنكروا ما يكون الدين بالضرورة. كل ما يكون الدين بالضرورة منكم كافر. كل ما يكون الدين بالضرورة منكم كافر. يعني مثلا الزكاة نكروها بعض الناس يعاكسين برسولهم يحاربون يسموهم أهل الردة. كل ما علم يدين بالضرورة منكر كافر. يعني صار معلومة يدين بالضرورة لا صار نوصل ممكنة. الزكاة معلومة يدين بالضرورة قال ما بزكي، قال ما بزكي،
كل ما علم من الدين بالضرورة منكر كافر ما لم يتركوا معصية. إذا ترك المعصية، إذا ترك سهل عارف الزكاة واجب عليهم ما زكى، إذا عارف الحج واجب عليهم ما حج، عارف الصوم واجب عليهم ما صام، ما بيكفر بالمعصية. لكن النكران الشيء، والله لو ما منعوني عقال بعير كان يعطون الرسول صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. والله لو قاتلونا بنفرق بين الزكاة والصلاة. علم المعلوم من الدين بالضرورة منكر كافر. كان الإسلام الخمسة معلومة الدين بالضرورة، الغياب معلومة الدين بالضرورة، صلة الأرحام معلومة الدين بالضرورة. المعلومة ده ممكن واحد منكر ما لم يكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد وقع عليك السيف قال لك يا تكفر يا كفر، قولوا كفرت ما عليك حاجة، لأنه ما دائما أنت مكره. الرسول لما قال لا صلاة في الإغلاق، الإغلاق هنا الغضب الشديد والكره، غضبان غضب شديد طلق رجل ما واحد. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما بيكفر، ما بيكفر. إذن الغدرية كالغضارة. المعتزلة فرقة من الفرقة الضالة، سجلناها بشوي. فرقة الضالة هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما بدأ عليه صار الرسل لأن العقل يحسن ويقبح. والجهمية وصفوان الجهم قالوا النار تفنى والجنة تفنى ورب قال خالدين فيها أبدا. والمرجئة قالوا بإسقاط التكاليف. مرجئة إسقاط التكاليف يعني زول دخل في الإسلام لا يصوم لا يحج هو ساكت. قالوا بإسقاط التكاليف. رب قال ولي المدو سير الله عملكم ورسوله الله مر النعمة صلى الله عليه وسلم أمرنا. عندنا برضو من الفرقة الضالة الروافض. من ذلك يقول الروافض يقول يعني الروافض الحواري خلاص هو الروافض يا جماعة كفروا الشيخين أبو بكر وعمر. إذا كان أبو بكر كافر وعمر كافر المسلم ثاني منه، لكن الشيطان عنده الناس بتلعب بهم. ثاني إذا كان سيدنا عمر كافر وسيدنا أبو بكر كافر المسلم ثاني منه في القرآن، لكن الشيطان عنده دور كبير جدا جدا، عنده ناس بيلعب بهم، ناس بيلعب بهم. سيدنا النبي زكى سيدنا أبو بكر الصديق وزكى سيدنا عمر. وربنا قال ثاني اثنين يسبب بالغارز ويقول صاحبه لا تحزن إن الله لصاحبه. صاحب أبو بكر الصديق وسلم زكى سيدنا عمر ما سلك عمر فجر وليس في الشيطان فجر غيره وعلى لسان عمر. وكان من بعد كان عمر أول ما يدخل الجنة كتاب يمين منه عمر. مع هذه التزكية في ناس كفروه ما تستغرب أنه كفروا البضع إليه. ناس كفروا بكر وعمر ذلك، كفروا سيدنا علي وطالب، كفروا سيد عثمان، وقالوا ذات جبريل غلط. واحد قال جبريل ده غلط بدل من الرسالة لعلي قام قال الغلط قال سيدنا محمد. ده مش شيطان يا جماعة، الشيطان ما عنده دور. الشيطان عنده دور كبير جدا جدا. قالوا جبريل بدل من الرسالة لعلي قام قال بالغلط، قال بالغلط. الشيطان لا عنده في بعض الناس. الشاهد قالوا من الخوارج الآن المنتشرين في العالم تكفير، تفجير، إرهاب، حرام، دواعش، مشرك، كافر، بدعة، ضلالة، دين كلهم داخلين في صورة الفرقة الضالة اللي انقسم 22 فرقة 12 كل واحد انقسم 12 6 ب 72. إذا احنا يعني انتهينا من حيث اسمه أولياء الرحمن أولياء الشيطان دول انتهينا منهم. ذكرنا أسمائهم وصلوا تفصيل. بعدين ننتقل لأولياء الرحمن الذين إذا خافوا لا يحزنون. قلنا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل في الولاية العامة. الله ولي الذين آمنوا. كل من شهد على خرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياء الطاغوت. أولياء الطاغوت مع الشيطان، الشيطان أولياء الشيطان ذكرناهم. لا يتكلم من أولياء الرحمن.
ولاية ولاية الرحمن ولاية عامة ولاية خاصة. الولاية العامة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل بشرط يعتقد أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لأنه في ناس يقولوا التوحيد ما توحيد، يقول الله بشكل بشر، والله بشكل شاب أمرد، والله في جهة، والله ينبطح، والله يلبس نعاته على الذهب، والله يتعب. لا. قالوا إن الله لما فرغ من خلقه استوى عرشه واستلغى وضح دار إله على الأخرى، عنده كل عين وينبطش وتعبان. في فرق الآن تكفر في البرع وتكفر في المشايخ، ودي عقيدته. زول بيعتقد الله بشكل بشر ما عنده عبادة. كتاب اسمه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري غرز ابن باز أنه أضح إنت اعتقدت الله بشكل بشر أنت موحد، وكان قلت ربنا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد تجاه بعقله قلب الموازي. كل ما خطر بالك وهو خالق والله بخلافه ذلك، لكن عندهم انت تعتقد الله بشكل بشر، عنده عينين وعنده رجلين وعنده يدين وعنده ساق وعنده يم، عنده انت موحد. لما تقول ربنا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. وقال بكر الصديق تحيرك بذات الله ادراك وبحثك عن ذات الله اشراك، اذا الخير هي عين الادراك في جنب المولى وما تفكر في الله. لكن يتفكر في الله بعد يعلم بشكل ادم، يعلم بشكل شاب امرد، وبعد ذاك لحقوا التعب يتعب يكون قرآن بالتالي. دي امهات الكتب. جماعه الناس المهمين على جماعه السلفيه دي ما قالوا لهم الكتب الكبيره، قالوا كتب صغيره اسمها ليتل بوكس وزات برايس وكان كتب in your pocket، كتب صغيره تهدى ولا تباع، فيها 5 كلمات مشرك وكافر ما بتاعي بتاع الاستنجاء بتاع الاستثمار بتاع الواجب حق الله ولا مستحيل حق الله ولا جائز حق الله. ما بتعرف اي شيء، بس كيف تقدر جهنم ب5 كلمات. ثاني ما بتعرف اي حاجه، توحيد وما توحيد. ترى الناس يقول لو المشركين ماشيين النار توحيدك ما تقدر الجنه، تعتقد الله بشكل بشر، تعتقد الله بشكل شاب امرك. الله عنده طربوش بتاع داب، عنده عذاب، مرات يركب حمار كمان. حول والله يتردد على حمار. لا حول ولا قوه الا بالله. جبت النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه. شبه الله بالمخلوق كافر، مشبه الله بخلقه كفر. مشبه الله بالمخلوق مجسم يعبد الصنم. اللي بيعتبر الله في جهه ومكان مشبه مجسم، مشبه الله بخلقه كفر. إذا ده بيدخل يعني دخل في هذا محمد صلى الله عليه وسلم شبه الخالق المخلوق وشبه الله بالبشر، يمرق برد من الله يكون من أولياء الشيطان. كون من أولياء الشيطان. يقول الله بشكل بشر من أولياء الشيطان. يقول الله بجسم من أولياء الشيطان. يقول الله في جهة من أولياء الشيطان. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عادي ما عنده خصائص وما عنده ميزات من الناس من أولياء الشيطان. ذو الخويصر التميمي لما قال للرسول أعدل يا محمد إنك لم تعدل، ما قال بشر عادي. ما عندنا ناس يقول لك الرسول ده بشر عادي، أدى رسالة انتهى وما منفع وما تزوره، ما تتصل به، ما صلى عليه، ما تمدحه، ما تحتفل به. قال كون من أولياء الشيطان. تغليل غدر النبي يعمل غبر البيت. ما رب قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول شنو الآن تحبط أعمالكم. تحبط أعمالكم، بيحبط عمل الردة. فالبسيل الجناب محمد مرتد بنص القرآن الكريم. مرتد تسيل الجناب محمد، تنزل من مكانك. ربنا خطاه قال ورفعنا لك ذكرك، تقول بشر عاد لا ما عاد. الرسول قال إني لست كهيئة أحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنت قاعد تبيت عند ربك يطعمك ويسقيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إلى حوض الآن، حوض فوق 7 سماوات، عندي سدرة متابعة جنة المأوى. حوض ده فوق 7 سماوات، عند سدرة متابعة جنة المأوى بينظر اللي قاعد ينظر في الحوض. دي خصائص الله اداها النبي تدرس بشرطية عادي كلمة لسه. النبي يصوم شهرين الرجل، شهرين الرجل ليل نهار مواصل صوم، صوم الوصال. بتقدر تصوم يوم واحد؟ ما بتقدر. صوم واصل ليل نهار ما بتقدر. فالناس اللي بيغلوا غدر النبي في الدفاع عن التوحيد يحترموا من اولياء الشيطان، ما اولياء الرحمن، اولياء الشيطان.
أيها الدكتور توبة يا الشيطان ما هو لي الله. فيصل التميمي لما قال إن لا أعدل يا محمد قال إنك لم تعدل. قال له ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ ما حقها الأرض أن يتقي الله. سيدنا خالد قال له يا رسول الله أضرب عنقه. سيدنا النبي قال له يا خالد لعله يصلي. قال له كم من مصلي يقول بلسانه فليس قلبي. الرجل لما شاف خالد حان عليه قال حديث البخاري مسلم عشان بقى يحب متنطع ولا حديث ضعيف البخاري مسلم جيب البخاري مسلم يقول له يسعد حديث الفتن ذو الخيصر التميمي النبي قسم في جسمه وبيدي ناس وخلي ناس بيعمل كده ليه؟ لأنه رب الدم كشفت القلوب القلب مليان إيمان يكون إيمان والإيمان قال اللي بيدعش إيمان تبع فقام رجل غاير العينين يا ولد هيك سيداو بجلس ما تحركوا ما تحركوا زريب بتاع الكوامل دي الساعة كان بس متصل بتمر وساعة أنا بروح خلاص تتحرك معه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ذو الخيصر التميمي قال للرسول عدل يا محمد انك لم تعدل ما معنى عدل انت ظالم ودي من اشنع انواع الرده ان تقول الرسول ظالم من اشنع انواع الرده تصل الرسول الظلم اذا كان رفع الصوت بيحبط عملك ولا يحبط العمل الا الكفر فكيف اذا كان الرسالة قلت للرسول اعدل معناه انت ظالم لا حول ولا قوه الا بالله. فالاساءه لجناب المحمدي بالنسبه للاساءه من المله النظرة البشرية المجرد الخصائص ضرب الإنسان من الملة. الرسول قال من ضيض هذا الرجل مع صلبه نسله ولداته من ضيض هذا الرجل يخرج قوم آخر الزمان يتلون كتاب الله رطبا كما أنزل يمرقون من الدين كما رسل والله لو تجدوا الرواية برواية السبع عدم مع النبي ما في تبر الملة. ده قال الرسول قال يمرقون من مرق معاه كفر مرق برا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية السهم مرق من الرمية لا بيها على شكل هذا الرجل الذي لا أدب له يجي ناس زيه بشر عادي الرسالة انتهى ما بينفع مزول بسط السلبي فصل عنه طيب والله أنا بناقش واحد يا شيخ بشر والبشر شغال والبشر وآدم واحد يا جماعة كان قلنا البشر هو آدم وهذا هو البشر بناقش واحد صلى عليه قال هذه بدعة الله يبارك صلى عليه بدعة صلى الله عليه وسلم. ففي ناس يا جماعه عندهم النبي ده كانوا تغلوا غدروا واحد قال لما قبل الجزيره العربيه الا صنم واحد والله اشار لغدر النبي وقال عندهم عاد النبي صنم الرسائل العلميه التسعه محمد عبد الوهاب قال لا صنم كان سبب تعظيم تعظيم غبريل وصالح وقال تعظيم غبر النبي قال يستتبع ان يعبد صنما تماما كان له اي محمد صالح العيسيمين ده رسول لما قال اللهم رضي الغبر وثن يعبد قال يعني غبر ما بيعبد لكن هو يعبد كل من قال اللهم لا تغبر قصد التراب ولا قصد جسد رسول لما قال اللهم لا تغبر الغبر وثن يعبد قصد التراب ولا قصد الجسد الجسد محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسول ممكن يعبد لكن الغبر ما يعبد التراب بقى الارض كلها تراب الرسول قصد جسد الشريف وسأل الله دعاه مستجاب وربنا قال له سوف يعطيك ربك لا يرضى سيدنا محمد ان يكون اله مع الله لا يرضى سيدنا محمد ان يكون سبب في اشغال الامه لا يرضى سيدنا محمد ان يكون سبب في دخول الامه النار النبي بكى على جنازه يهودي يا جماعه بكى على جنازه يهودي قال يهود قال رجل من امتي تفلت مني الى جهنم انت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى صنم وكلهم بيجيبوا الايات النزل في الاصنام وطبقوها على الرسول وعلى الصالحين ده الدعوه للتوحيد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقال ما غدر النبي لا حظره في الاسلام الزول بقال ما غدر النبي لا حظره في الاسلام النبي ده خط احمر ما عليك الا شنو تسلم مشركي مكه قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي الاسواق في عندك كلام ده شنو ما زول زينا ما بشر عادي زينا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق قوم سيدنا هارون وموسى قالوا شو أنؤمن لبشرين مثل قوم عابدون الأمم السابقة قالوا ما أنتم إلا بشر هذا لما تنظر للرسل بالنظر البشرية المثلية العادية يتمروا برا الملة النبي ينظر له بعين أبو بكر الصديق على الأدب والاحترام والتقدير والإجلال ما بعين أبو جهل وأبو لهب هذا غلام أبو طالب أبي كبش يكلم من السماء
دي نظرة السخرية. انظر لسيدنا محمد بعين أبو بكر، بعين عمر، بعين الأدب والاحترام والإجلال والتقدير، أن ربنا عظم ورفع من شانه ورفعنا لك ذكرك. أمر رفع من ذكره ورفع من شانه. أنت لا تفعل بس بيكون بس عاد زي كده. يقول لك الله قالوا إنما قولوا منا ما بشر مثلكم يوحى إليه، لكن يوحى تقال يوحى إليك. أنت بديك بالاستلعب بك عليكم، والرسول قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. أنت تجيب بالنسبة لي كله تلعب بك. والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبي. لا يقول زي كده. النبي يرى من خلفه كما رأى، تقدم في تم بي وليتم إني أرى من خلفه كما رأى. والناس اللي بغضوا غضب النبي داخلين في أولياء الشيطان. البنظر الرسول بس عاد في أولياء الشيطان. كذلك يا جماعة الذين يعادون الأولياء من أولياء الشيطان. الناس اللي بعدوا الأولياء كل حال ولي ما في علمت ولك أنت تبولي الشيخ نور يدعي توري كسر تربه ويتبقى ولي زي انت ايضا بتاع الفقير، بتاع المسكين، بتاع الارمله، بتاع اليتيم، بتاع المحتاج. اذا تبقى ولي ساكت ولا ساكت حمار عجيه تركب، حمار عجيه تركب في تسع. ناس يجاهدوا القصور قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليه جاهد يا اخي؟ انت ما جاهدت. يختار بتاع المسكين، لا يتيم، لا أرمل، لا ربوا الناس ووكلوا الناس وأرشدوا الناس وعلموا الناس وقروا القرآن. عملوا واضح. ما في حاجة على المجهول. قاموا فوق الذكر وقاموا فوق التهليل وقاموا فوق الاستغفار وأصلاح المختار كده. إذا أنت والضغط كان لازمين للطاعة وأنت كلها بتسوي. لا تبقى ولي. أنت بتحترم أمك وتقول أبوي مشرك. أبوي مشرك قال عشت أمك. أبوك المشرك نكح أمك جابك كيف تبغى يشيل نقط نقط. أبوك الكافر نكح أمك جابك تبغى تشيل نقط. معنا one where is white تنفر زوايا اسمان الذي بالإشارة هذه. فوق. قال يا بنت مشرك. قالوا قبل ما تزوج أمك ولا بعد الزواج؟ قال يا أبو قبل ما تتزوج أنت مشرك. قال إذا أنت ابن نقط. أبوك الكافر نكح أمك جابك أنت تبغى أنت وتشيل خليها بتيخة مالها فولة بس. بعد الذي بشارة يفكر بعد ارتموا خلق عليك انت. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الأولياء يعتبر من أولياء الشيطان. ليه؟ لأنه ربنا قال من عاد لي وليا فقد بارز المحاربة. ربنا أعلم الحرب على نفرين على الحرب آكل الربا ومعاه الأولياء. هذا عن الحرب. كيف من أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان. أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحب الصالحين وحب الرسول لو مرتكب المعاصي رب لبدل ساعات حسناته الجنة مع الله. من وين لي؟ برهن على ذلك من كتاب والسنة. من وين على أن أنا حبيت الرجل الصالح رب يدخلني الجنة حتى مع المعاصي. من وين لي أنا حبيت الرسول أدخل الجنة حتى مع الفتوى والمعاصي. من وين كان؟ جماعة الحديث البخاري أعلى طبقة الصحيح. في قال رجل كان بيشرب الخمر في عهد الرسول والرسول قيم عليه الحد وهم أحد الصحابة ليلعنه. قال الرسول لا تلعنه إنه رجل يحب الله ورسوله. خمر كبير. النبي قال بيحبنا بيدخل الجنة الله يغفر له عشان محبته يدخل الجنة وغير صار حساب. يحشر المرء مع من؟ قال يا رسول الله وإن لم يعمل بعمله. قال وإن لم يعمل بعمله. يا رسول الله يا رأيت الرجل يحب الغوم ولما لم يحقهم. قال يحشر معهم وإن لم يعمل بعمله. انتم معنا احباب. حديث البخاري سمين سمن وعصر ونكد. يحب الرسول مع ارتكاب المعاصي كرم للرسول راد يبدل سيئاتك حسناتك وهجنا على الله. صلى على رسول الله محبة الرسول يبدل سيئاتك حسناتك وهجنا على الله. كذلك محبة الأولياء. الغرب الذي لا يشغى جليسهم دير شنو من الأولياء والصالحين لله ملائكة سيحل الطرقات. الحديث القدسي يلتمسون حلق العلم وحلق الذكر زوجوا قوما يذكرون الله قاتل الملائكة هلموا إلى حاجتهم فيركب الملائكة بعضهم فوق بعض. سلم المولى عز وجل كيف وجدتم عبادي وجدنا عبادك يهللونك ويكبرونك ويسبحونك ويحمدونك. الرأوني لا يرى النار كيف لو رأوني قال شد لك تهليلا شد لك تسبيحا شد لك تحميدا.
ماذا يسألون؟ الجنة. الرى ولا يرى كيف أراك أشد لها طلبا مما يتعوذون من النار. الرى ولا يرى كيف أراك أشد من غرارا. رب قال اشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت لهم. طيب ناس الذكر غير اللي غفر لهم وشغلتهم ما واضحة ما مدسوسة. ناس يذكر الله جماعة يدعو الله جماعة شغلتهم واضحة. عشان ما تقول علمت وري كيف علمت صالح كيف شغلتهم واضحة. طيب ملك قال يا ربي فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ما عنده شغل بالذكر. الله قال إني قد غفرت لكم. لماذا هم الغوم لا يشقى؟ واضح الحديث واضح. الغوم الذي يشقى يعيش غير منه غير صالح. ربنا كرم الليل يبدي سيئات حسنات ويجينا العوض يبدي سيئات حسنات بيسمى يجينا العوض بيشوفوا بجالسة الصالحين مش بيحبوا من الأولياء والصالحين جالسة الصالحين. انتوا معانا؟ إذا يا جماعة بحب الصالحين ربنا كرم الليل حبته يبدي سيئات حسنات ويجينا يحب الرسول كذلك. والبيبغض الرسول يبغض الصالحين مصير النار والعياذ. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولياء الرحمن ربنا ذكرهم بصفات معينة. تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون الرب خوفا وطمعا ومما رضوانهم. انت بخيل ومن نذير تدريها لا تبقى ولي لا بتعرف فقير لا بتعرف مسكين لا بتعرف يتيم لا بتعرف أرملة لا بتعرف رجال لا بتعرف حقات تبقى ولي ولساك ما عديت من كفاسة وقلبك أقصى بالحجر. الله قال تتجاب قيام ليل. النبي كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه. سيدنا عائشة قالت يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر. التعب يسوع قال يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا وهم يقيموا الليل. تتجافى جميع المضاجع يدعون الرب خوفا وطمعا ومما شنو؟ تضران. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه غرف يرى ظاهرها باطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال الذين يفشون السلام يطعمون الطعام يلينون الكلام يديمون الصيام يصلون بالليل والناس نيام يدخلون الجنه بسلام. قيام ليل وانفاق. لكن انت بتعرف انفاق بتعرف رغيب بتعرف مسكين بتعرف ارمله لا تبقى ولي وما من الزينة بها لا تبقى ولي. وعاقل والدينك يا بنت كافر يا بنت مشرك لا تبقى ولي. ومعادي أهلك معادي جيرانك لا تبقى ولي. ولي حمار عرياسة تركب فيها سريسة. ربنا قال وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر واعرض عن جاهلي. بضرب مثل الشفرة التوب. شفرة التوب ده قالوا ما بيزعل. واحد دار يزعل لقوه فوق شاطئ البحر خالتي توب. الزول قام بعد فوقته بالشيخ والشيخ عاين. بعد ما كمل بول الشيخ قال له جزاك الله خير أنا كنت شاكك في التوب ده فيه نجاسة اتأكدت هل يحسن بس. لا أنا غسل هذا غسل بس غسل بس اتأكدت لي النجاسة. هذه جنة كده تقدر عليها يا خوف غسل ما تعصمين الغيث ها تعصمين الغيث عمياء الناس وما قالوا الله يضرك يا أخي ربنا يحفظك يا أخي لا يا أخي وسخت لا جزاك الله خير يا أخي جزاك الله خير. أنا كنت شاكك كنت بقول نجاسة اتأكدت لا يحسن غسل. سبرة أبوية دخل عليها حرام دخل عليها حرام وفتش البيت ما لقى شيء. قالت له هذا ما تخرج فاضي. قال لا بيت ما في بيتك شيء بيسرور شيء ما بيسرور. قالت له شيء الذي يتوضا صلى ركعتين. اتوضا أسمع قال لا توضا صلى ركعتين ساجد. قالت يا رب طرق بابي فلم يجد شيئا طرق بابك لا ترده خايبا. يعني تقول عليه ركعتين صار فيها وصار وين صالح بيد البصام يجوز سكران يقول لا اله الا الله واقع في التراب.
قال والله لو طيبن هذا الفم الذي يقول لا اله الا الله وسلوه خشمه وريح بريح. وربنا في الحين حل الهدايه قد هذا الرجل وصار من كبار الصالحين. حلت الهدايه. أبا إذن البصران السمي حاتم اللي يقول له طيبت لسانه من أجلنا فطيبنا قلبه من أجلك. الله. أبا إذن البصراني مشى الجامع لقى زوله في المسجد، لقى زوله داخل المسجد ولا قال له واحد آية حطها هنا خليها لا خليها تضوء في الناس زي عشان ما ينعسوا. كان بيوزع يا جماعه بيزول بعد لكم مليون جنيه او عد مليار جنيه في الاثناء العد نعس عليك الله حصل يا شيخ ابو البشر بيعد لكم مليون جنيه كده او مليار في اثناء العد دقس عشان كده هذا اللي صلى على رسول الله. والشاهد ده يا جماعه لما لقى نفسه في الجامع زول في الجامع مشيت الليل يصلي فسألوا قالوا كيف حالك؟ قال له حالي أخبرك عنه الذي طيبت لسانه من أجلي. لا تبقوا منها المكاشفة. والصالحين الزول الوسخان المرمد مسجم هم الغوم لا يشغى بس لا يشغى جليسه بالحديث البخاري مسلم. يعني ده الصالح من صلح نفسه وأصلح غيره. لكن تقول له ما عندك تصلح نفسك وتصلح إلا غيبة ونميمة وكذب. رسول الله ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. لكن طول النهار صلاة تصلي في خير تذكره ما في حاجة حبب الناس في العبادات ما في حاجة حبب الناس الصالحين ما في حاجة تحبب الناس الرسول ما في كله شغلتك بس على نار 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 كله في المظلم. بس اثنين في بني إسرائيل واحد متشدد في الموعظة واحد عاصي يرتكب المعاصي كثير فكل ما شاف معصية يزجر. يوم شاف معصية كبيرة قال والله إن الله لا يغفر لك أخسر والله إن الله لا يغفر لك. شاف معصية كبيرة شاف أن الكبيرة دي ما الله بيقدر يغفر لها. الله قبض روح الواعظ روح العاصي قال للعاصي غفرت لك ودخلتك الجنة برحمتي. وقال للواعظ أتتألى إني لا أغفر أحبطت عملك ووجبت لك النار. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انتوا معانا يا جماعه؟ صلى الله عليه والله. صلى الله عليه. الدعوه باللين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه شنو؟ والحسنه وجادلهم بالتي يا احسن. يا اخي لكن مشهد انت كافر انت مشرك انت معتدي وانت كذي وكلها جفا وكلها غلظه. لا يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن ربي ان الجنه قالت شنو؟ ما لا يدخل كل ضعيف مستضعف هي لين سهل. والجنة النار قالت ما تدخل لكل عتل جواز غليظ متكبر. فاللين ما خاف الرفق شيئا الا زانه وما نعز الرفق شيء الا شانه. واحد جنبه زول قال له حرما يعني صلى الله عليه وسلم قال له برما لا اعوذ بالله. قال له برما دي شنو؟ قال له حرما دي ما من السنه. قال لك ان جفاك ده من السنه جفاك ده من السنه. قال لك حرم معنا عشان نصلي محرمين ان شاء الله ما دعوه. وده قالوا برما قالوا برما دين شو؟ قالوا حرام دين من السنه. قال لك ان جفاك ده من السنه. يا جماعه الكلمه الطيبه شنو؟ صدقه. تبسمك في اخيه شنو؟ صدقه. كل يوم تصلح تعدل بين اثنين صدقه. إماطتك الأذى عن الطريق شنو؟ صدقه. هيا يا اخي سوي حياتك قدام يا اخي ما تبقى زول جاف غليظ جاف. لا يا اخي المرونه واللين كل انسان ما كان برن لين في هذه اللحظه يكون يا جماعه رب سبحانه يحب المجتمع. يعني صلى على رسول الله كله هي اللين سهل يعني مرن قلبك مليء بالايمان مليء بالمحبه مليء بالموده مليء بالشفقه مليء بالرحفه مليء بالانفاق مليء بصله ارحامك وصله جيرانك وانت كل شيء عم تعمل عمل صالح. ده الدين كذي. لكن دي مش معناه كاتم صوت ولا تقول كل زول ياكل ناره والله تاكل نارك في جهنم. الدين ده عمل الصالحين ده عملوا. عشان كده رب سبحانه ذكرهم بالخير ما ذكرهم بالشر. قل اعملوا فيسار الله عملكم ورسول المؤمنون. الرسول قال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. اذا الرجل الصالح معروف
ينفق. الرسول قال ابن صالح يدعو لوالديه، قاعد تكفر تقول ابو مشرك، هو تبي مشرك بيدعوا له، تقول ابو مشرك امي كافره. صليت على النبي، الواحد يكفر امه يكفر ابوه، وده يبقى ولي ده حمار عرجه ساكت عشان يقول لك من الولي ما معروف. صلى على رسول الله. فالولي يا جماعه معروف باعماله الصالحه، بالانفاق، بقيام الليل، بالاستغفار، بصله الارحام، بل عنده الموده، عنده المحبه، عنده الاخاء. مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان. الحديث لا يسمع لك كلام الحديث، الكلام التطبيق، الكلام العمل لا بد منه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكه، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة تمشي تراب ولا في المويه، كذلك العمل الصالح كذلك. عملت بدوك، ما عملت بدوك. قل اعملوا فسيرى الله عمل رسولا منه. العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الله يغفر حينه وحياته طيب يجزيهم اجرا باحسن الذي كانوا يعملون. العمل ما بقدر ابقى وين ما بتعمل. معاد جيرانك، معاد اهلك، معاد اخوانك، محارب الناس ومنفرد من الناس ودار تبقى ولي. لا عنده تفاعل بالمجتمع، عندهم انفاق للمجتمع. صليت على رسول الله. عندهم ايثار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. زول محتاج لحاجه فيها. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نكون في معيته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. ما ناس حنان بلا ولا ود اللمين ولا كاريكا ولا تنقل ولا جيجي الليل اهل الليل الذين تتجافى جنوبهم. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان الصادق ما بكون مجهول. الله ما بقول يمشي لزول مجهول احبه عشان تدخلك الجنه، ما بكون مجهول، يكون علم. ان الله اذا حب عبدا امر يريد بان يحبه، يريد يصيح على السماوات على السماوات الراشد فلان فحبوه يقولوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اذا في صف من البشر الله امرنا نكون معيته. لكن يا جماعه الباب الاولى يا يكون جاهل يا يكون حاسد او متكبر. جاهل الرسول قال من عبد الله على جهل لو تقطع يرب من ربا لم يزدد من الله لابد. حاسد ربنا لم يحسدون الناس على ما كان الله من فضله. متكبر الله قال الكبرياء ردائي والعظمه إذاري من نازعني واحد من غضبته وين في النار ولا أبالي. تكبر يحصل المتكبرون يوم القيامه على صوره الذر تتوطاهم جميع الخلائق يسمون يسير في جهنم يغلبون. ده بيحسد الاولياء ويتكبر على الاولياء. في اولياء في الصالحين الله قال كون معاهم. مش ممكن ربنا يقول لي كون مع مجهول. ربنا لما قال من عادى لي وليا فقد بارز المحاربه، مش ممكن الولي يكون مجهول. الله حرم شيء، الحرام لا يكون مجهولا. الله حرم عادة الاولياء، حرم عادة الصالحين في هذه اللحظه. اذا انا احبهم ما عاديهم، ازاويهم، احترمهم، اغدرهم، غبل ايديهم. ليه ده ما يقول لك ده ما سجود غير الله؟ لا ده ما سجود. السجود ده الرسول قال مرت انا اسجد على 7 وسام الجبل والانف واليدان والبطن والغدام، ده السجود. لكن غبلت يد الرجل الصالح او غبلت رجله. سيدنا علي ما قال غبل يد العباس ورجليه. البخاري يقول بو خاري معناها سمين سمن وعسل يا البشر قال سمن وعسل ماذا؟ نقط يكون منقط يا اخي. عندي له كلمه غبل يد العباس ورجليه. دمنوا علي بن ابي طالب خليل وراشد الثلاثه الذين خلفوا من الحرب لما الله تاب عليهم غبل يد الرسول ورجليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا سلم تعالوا بايعك يا سلم، تعال بايعك يا سلم. ويجي بايع النبي ويرضي ضخمه قال يا خوف البعيد. الصحابه استغربوا يقولوا ما عاد بايع الرسول كذا.
الرسول قال لهم هذه يد يحبها الله ورسوله. فإن كب الصحابة حضر النبي يقبلوا يد هذا الرجل عشان بس قال ده رجل الله يحبه، والرسول بيحطوه طوالي كان قبل يده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني من التابعين قال لي انس بن مالك اديني يدك باعتبار رسول ان اسلم عليه. فتقبيل الرجل الصالح ده من الادب، من الاداب الاحتراميه، هذا من الدين. الصحابه فعلوا ادرى الناس ويشنوا بالتوحيد. لو كان السبب كان التوحيد ما كان الرسول انتقضه، ما كان الخلفاء الراشدين ينتقدوا هذا الكلام. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بتاعنا زي ما قال ابن الشيخ قبل قدم امك وبه تبرك بر والديك كي ابنك كبر. لكن ابوي مشرك، ابوي مشرك، عشت امك. سيدنا ادم ما سجد الملائكه. الله اكبر. سجد الملائكه كلهم يجمعون، ما معناها سجود عباده، سجود ادب واحترام لله، لانه كان بيحمل العلم ويحمل المعرفه. سيد الملائكه كلهم مجمعين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسفي لمن خلقت طيب ده بس يا جماعه، ابليس ده يا جماعه. قال امان موحد الله ما بس الا لا، الله ما قال الله اخرج منها انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم برا. بس يا جماعه يقول لك الله بس، ابليس قال الله بس. لما كان قال الله بس لا كان باع الصنم لا بيعبد، ابى يسجد هذا بس. عدم السجود ده مرقوا من الجنه ودخلوا. واي زول متكبر يبقى في الارض. المسافرين قالوا صغيرهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم رايتهم يصدون وهم يستكبرون. فوجهه معروف صالح صالح. انت كبذل علومك وابوك تتبع به الصالح، لكن الصلاح يتفاوت حسب شنو؟ توفيق الاله بالنسبه للسر والسلوك. توفيق الاله الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الرحمن فاسال به خبيرا. خبيرا لنا ما خبيرا للخبر غير الصالحين اللي وصلوا يا الله. ما قال لك تعالى ابراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا حتى بعد الموت، ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ان الميت يتعذب يا رسول. الآية تقول الولي يتصرف ويشفع ويغفر بعد ما ترى الأرض. الحديث ده قال صلى الله عليه وسلم قال الرجل الصالح بيشفع ويغفر بعد ما مات. وجماعة ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فترة قال شنو؟ قال وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند ظهور الأنبياء والصالحين مثل نزول الروح عندها والملائكة دور الشياطين لها دفاع النار عنها وعما قال شفاعة الله في قال الولي يشفع وينفع بعد ما مات مصداقا لحد الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أوصي ابن تيمية أن يدفن في مغابر الصوفية. راجع الكلام البداية والنهاية ابن كثير تلميذ ابن تيمية بكثير بداية النهاية. وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية أوصى بيدفن في مغابر الصوفية. لو عنده صوفية المشركين ما قالوا صوفية، هو يا جماعة طريقته كمان غادرية، ماخذ الطريقة الغادرية على الشيخ عبد القادر الجيلاني. أنت ما جاي الخبر يعني. أنت عندك كتب صغيرة اسمها ليتل فوكس برايس، كتب صغيرة تهدى ولا تبقى ملح والملح بكسر الشوالات. سندويش طعمية تعمل لك حيرة. لكن شوف الفوليوم بوكس الكتب الكبيرة. البداية هذه 7 مجلدات، المجلد فيه مجلدين فيه 14 كتاب. الجزء السابع وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية أوصى أن يدفن في مغابر الصوفية. ما تقرأ سندويش طعمية قلت في علم، سندويش طعمية كتاب يهدى ولا يباع. زمان يا مولانا كنت أذكر ريالات، ليش نقول لك رزق صعب وليت الله عشان أغطس حجرك. باكر بقصة جلالية تذكر أمك وأبوك. هسه أقول فوق قبل قلت الريال يقطع منك، واحد قال لي مدعينا هسه الريال وقف. والله قال لي مدعينا أشوف الريال وقف. قلت الريال اللي قطع منك ما في تجاني يا جماعة، عليش سووه هذا وانتوا المرتب، والمرتب وقف قال يا تدون ماهيتنا يا نرجع لتجانينا أحسن ترجع لتجانينا. نقول شو الملك فيصل الملك سلمان أعلن قال قطع الصلة بالإرث الوهابي وغلعه من جذوره. كثير منها ملايين الكتب تحت الوهابية حرق. تتكلم بالوهابية في المملكة والله بوصلك بس خصوصك بس. الاحتفال بالمولد السنة الرابعة احتفل بالمولد يا سيد دي السنة الرابعة احتفل بالمولد النبوي الشريف. وقال يجيبوا ملاح شعرية في النبي صلى الله عليه وسلم. لما نادى العرب قال لهم انتم تمدحوا جمال ما تمدحوا الرسول. الملك ذاته قال انتم تمدحوا جمال ما تمدحوا الرسول. لا يا جماعه والله
تمدح الجمال تمدح الرسول قال له ست النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب ده كان داير تبقى وهابي يا دوب وطاقة تصبح تجيك قعوعة يعني قروش 200 فاتحة جمال أحسن تمسك في درب الوصل إلى الله ما تعادي الأولياء عشان مغرب عشان يقولوا سؤال لا عاد حب الأولياء عشان يدخلوا تدخل هم الغوم لا يشغى يليزا فالولي يكون معروف. الرسول قال إذا قدم الرجل على القوم فقالوا مرحبا ذكروا بالخير فمرحبا به يوم القيامة لا أكثر في الأجل والله ربنا فرج عليهم والله يشوفنا بالعربي يغدينا يسقينا الشاي والقهوة ويدينا الساعة كل ذو فكروا 15,000 جيبه قال لهم شاي معاه عربيتنا بعد ما وصلوا البيت بعربيته وغداهم وسقاهم الشاي والقهوة كل ذو غرفة 15 جيبه لا دولي الرسول قال إذا غدم الرجل فقالوا مرحبا رحبوه من أهل الجنة إذا غدم الرجل فقالوا قحطا يعافون تبا يوم القيامة داك فلان جاء والله كان تعرف فلان كزنتر الحجر لك فلان الخير منه يبدأ والشر منه يبدأ أنا طاويل عيدا والشر ماله منه يبدأ ده النوع اللي بيقول لك ماشي ليه العود العود حروه إن شاء الله القطين حروه وحطوه كله في الحروه ماشي ليه طيلة يا زول قديم معك قريب ماشي قريب بعتها قريب واحد قال له ماشي معك قال له ماشي معك قال له زي حسكني حيرو كمل كلامه تقييم الناس هيك يا جماعه في المجتمع ده مصيرك يوم القيامه الناس قالوا سمع عند الله سمع الرسول اذا غنم الرجل قالوا قحطا معناته من توب يوم القيامه ماشي والله فلان ده والله ما من نزل والله كده ما تقبل ها والله تلزم الحي ما تقبل حاجه ده عند الله كده سمع الله تكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيد لا قرآن صلى الله عليه ما حديث ضعيف ده كلام الله يا اخي صلى الله عليه تشهد الصالح بصلاحه والطالب بفراحه جن جنازتين في احد الرسول حديث البخاري ومسلم جنازه اسمع على خير قال الرسول رجل كريم ورجل شجاع ورجل مقدام وضوء قبيله الرسول قال وجبت الشهر جاءت جنازه اخرى قال يا رسول الله والله هذا الرجل لا يسكن بخير قال وجبت الشكر سيدنا عمر قال يا رسول الله ذكرنا لك الاول بالصلاه قلت وجبت ذكرنا لك الاخر بذلك قلت وجبت فما وجبت قال ذكرتم الاول بالصلاه وجبت له الجنه وذكرتم الاخر بذلك وجبت له النار انتم شهداء الله في الارض بخاري ده تفسير الايه بتكون شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيد قال صلى الله عليه وسلم الخلق أغريمة الحق إن الله جعل ملائكة تنطق على ألسنة بيان بفعل سامة خير وشر أهلك أخوانك جيرانك قالوا سمع عند الله سمع أهلك أخوانك جيرانك أمك أبوك أعمامك خيلانك قالوا سمع عند الله سمع قالوا كعب شوف ليك نرتاح عديل كده بتكون شهداء على الناس يكون رسول الله فشوف نفسك في المجتمع دوب فيش مشاكل الناس قال سمح الزول يكون صاغ من نصره سمح الزول يحل الانقبض ما يماله سمح الزول ورع ما يزن سمح الزول حلالتهم ميرين سمح الزول يمجد ربه بالتهليل سمح الزول يواظب ركعتين بالليل وسمح الزول سلام الضيف يقوم العجين خير والله صح جاك ضيف قلت له كده بروس صافح انا خارج عايزان هاي خارج انا خارج وكان قلت له يقول حرمت تفضل قدرت كده لكن تجيب لك عشاء ولا تقول لك الصراحه بتجيب لك عشاء ولا ما تعشي خفيف تتعشى ولا تنام خفيف تتعشى ولا تنام خفيف للروح والله كان نفسك جعان ما تنقبل تتعشى ولا تنام خفيف خلاص ما داري وكيلك لكن الصحابه يصروا على القصه ولو كان بين خصاصة الصحابه يا جماعه المهاجرين لما هاجروا من مكه المكرمه للمنور الانصاري يقول للصحابي ده مالي اجسم لك النص ودين زوجتين بعد ما طلق لك لا دي كده يا جماعه لكن تزيبك فيه عقرب دار جنه هي هذا ان الله اشترى نفس اموال بين لهم جنة بيع وشراء اشترى بيع وشراء تدفع الصفقه قبل كده وعندك كده لا بيع الفقير بتاع المسكين بتاع اليتيم بتاع المدار تبقى ولي داير تخش الجنه جنه زي الهوامل هي جنه سلعه تدفع الصفقه غاليه سبحان الله ان صلاه الله غاليه ان صلاه الله بالانفاق وبقيام الليل بالاستغفار بالصلاه على النبي المختار بالذكر
انك تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. الجنه ما زي الهوامر عشان تقول الله دخل الجنه سلام بتوحيد. ما توحيد شو انت يا اخي؟ تقول والله في شكل بشر والله بطن والله كذب والله تعيد. اخي توحيد شنو؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه. ما نختم به انه لا بد لاي انسان يكون عنده رجل صالح يوصل للامر. يوم القيامه الله قال يوم ندعو كل اناس إمام هذا شيخ الاخلاء يميز بعضهم بعض عدو الا متغي المتقين. يحشر المرء مع من؟ أحب ويحشر المرء عادي قليلي حسب ذا يوم القيامه. الحديث كلها في الصحاح القرآن يقول ذلك. الحديث قال صلى الله عليه وسلم من مات من غير بيعة مات ميتة جاهلية. أو يهودي ونصراني. ابن تيمية الحراني في كتاب الفتاوى الجزء 11 صفحة 511 ماذا يقول؟ لا بد للطائفة من شيخ معين يعلمه علم الظاهر والباطن. ابن القيم الجوزي يقول من وجد شيخا مخالفا لهواه راسخ الغنم في خدمة مولاه فليمسك بغرزه وصل للأرض. ابن عطاء الله السكندري يقول لا تصحب من لا يهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ابن عاشر يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. سيد حوى يقول من وفقه الله لشيخ التربية فهو السيد حقا أمام الله يصل الله فلا يطمح السيد أبدا. فقد صلينا كثيرا واعتكفنا كثيرا وقرأنا كثيرا والله ما ذقنا حلاوة المعاني حتى صحبنا الرجال أهل المعاني فأخرجونا من التعب إلى الراحة من كان المعرفة من التخليط إلى السفر. الله أكبر. اعتكف الإمام الغزالي 10 سنوات مرق حافظ البخاري مسلم في راسه 10 سنوات حافظ البخاري مسلم في راسه. قال لقد انكشف لي في أثناء هذا الخلوات أمور لا يمكن إحصاء واستقصاؤها والغدر الذي أذكره لينتفعوا به أني علمت يقينا أن السادة الصوفية هم السادة الله خاصة وأن طريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أسكى الأخلاق. بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة العلماء وعلم الأغبياء أثر الشرعي غير شيء من سيرهم وأخلاقهم لم يجد إليه سبيلا. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ليس راجع نور الصداوي كما هو النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية في كتاب الفتاوى الجزء 10 علم السلوك الصفحة 516 يقول ابن تيمية أما المستقيمون من السالكين كجمهور وشيخ السلف مصطفى فضل بن عياض إبراهيم نتهم سليمان الدراني معروف الكرخي صدر السرطي الشيخ البهيجي الجليل محمد غير المتقدمين الشيخ عبد القادر الجيلاني وابو البيان فهم لا يصورون للسالك لو طار في الهواء او مشى على الماء ان يخرج على الامر والنهي الشرعيين بل يفعل المامور ويدع المحظور وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه والقياس مع السلف. لا ابن تيمية ما قاعد تقرأ يا شيخ ما تقرأ سندويش طعمية يعمل لك حيرقان ليتل بوكس ذات برايس وكان بتجي بوكيت وتعمل صغير ملح تحطه في جيبك. الفوليوم بدك هذا يشيل كرتون بتاعت كتب. الكلام ما كتب بتكلم عنها دي مراجع كبيرة كتب ضخمة فيها علم. لكن السندويش طعمية ده كتاب صغير توحيد ما توحيد صغير بس له 5 كلمات مشرك وكافر وبدعة وضلالة. نعم أفتح لا بتعرف السنجة لا بتعرف السجمار وصلي بيقولك والله ما قعدت في المحاضرة تحت المشايخ والله يصلي بيقولك أنا أوريك كيف تصلي بيقولك. فصلى قال مررت بقبرين ووجدتهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما إحداهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبري من البول. الشهر يقول كيف الزول يا جماعة قطع البول وقام غسل ذكره وصلي بيقولك قطع البول غسل ذكره ما عمل استبراء. الاستبراء يا جماعة الإنسان بيهمس تحت الخصيتين. البول الجاي من المسار ينقطع والغضب بيندفع ويمسك الذكر بالسبب هم من يده اليسرى يعمل كده سل نتر سل نتر سل نتر. تتأكدوا ان البول ده ينقطع لأن يا جماعة الذكر زي خرطوش الموية. الخرطوش إذا كان قفلت الماسورة ورفعت الخرطوش فوق تلقى له كوبايتين داخل المويه. كذلك الذكر يحجر البول كده. انت غسلت ساكن من غير الكلام ده لا قاعد البول في اثناء الوضوء ينزل ما تشعر به في اثناء الصلاه ينزل وصلاتك باطله مع عباده على جهل. الرسول قال من عبد الله على جهل لو تقطع عربا إيرا للزلال. فانت بمجرد البول ما انقطع تهمز تحت الخصيتين. البول الجاي من المثانه بينقطع والغضب يندفع وتمسك الذكر بالسبب هام من يدك اليسرى اسمه استبراء. الرسول قال ومررت بقبرين ووجدتهما يعذبان
وما يعذبان في كبير اما احداه كان يمشي والاخر كان يمشي بالنميمه والاخر كان لا يستبرئ البول. عمل سلت نتت اكلت البول انقطع ستر القفا وتغسل ذكرك. بالنسبه للدبر تسترخي قليلا لان يا جماعه الدبر ده فيه طيات احيانا ينكمش على هذه الوساخه او على هذا النجاسه ينكمش تغسل ظاهر الدبر والطيات دي حالنا الوساخه دي ما في طيات الدبر تسترخي قليلا وتجيد العرق ان الله يحب التوابين يحب المطهرين. ده موجود في صلاه صحيحه ما هذا ما موجود انت بتصلي وصلاتك في بلد ده اللي بيحصل يدخل الناس سؤال مررت بقبرين وجدتهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احداهما كان يمشي من النميمه والاخر كان لا يستبرئ من البول. والله ما تجي صح لغه الصوفيه والعلم ده تلقى كله ولا سمع ولا تسمع فيه ولا تشوف ولا يجي لك يا معلم يتكلم كلام يقول لك في القضاء يعزم الساكت هذا الفضيه هو سؤال من يريد الله به خير يفقهه شنو؟ فقه في الدين عارف مرضين اتوضى كيف اغتسل كيف اصوم كيف اصلي كيف ده حديث مش بس انا كفر الناس ضد المشركين. يا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد اشهدوا له الايمان. طيب بعد ما الرسول قال المؤمن اتى يقول ادعو التوحيد توحيد شنو يا اخي؟ توحيد ما في زول بيقول والله اثنين. اصغر شاب عبيدين كان يقول اصغر شاب مش بعدين اصغر شاب عبيدين يا تو ديل الوراك ولا قدامك صغير منكم عنده يسال سؤال هذا قدام ردوا جاي كذا تعال اسمك منو؟ ها؟ نورين ما سأل الشيخ الله كم؟ الله واحد اجيب قبله ده قال الله واحد عمك الكبير لا عمك 70 وما يقول والله اثنين ولا شيخ نورين لا ما تخلوا الناس قال يولد ابن ادم على شنو؟ على الفطره فابواه يهودان يصنع قال في طبقه مسلمه قام مسلم ما تقول لا الناس تشتهي شنو يعوز الله ما قال هسه ده صغير قال الله واحد ده عمك عمره 70 سنه ولا 80 سنه يقول له شيخ نورين الله عندي شيخ اللي كانوا طيبين قاعدين ياخذوا صغيرون كده هاي يسووا كاش ايوه كل شيء حاولت اوصل ثلاثة مكاش الحمد لله حفر لي رب العالمين شوف كيف الله اكبر حفر لي رب العالمين شعب اسرائيل يا اخي الناس بيخطفون على بيت توحيد يقولوا بس الله قال ما كان للمشركين ان يعمروا الله قال المشركين ما يعمروا تسمع الناس مشركين وليل نهار تضرب الناس السوء وتنطبع على عقيده فاسده انما يعمر مساجد الله من لكن القرآن بيجيب آيات النزل في أصحاب ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى ممن يعبد من دون الله يحتاج صلاة إله. أنا كنت بتوسل بالصالح أعتبره سبب زي ما باكل واشرب. الله قال يجعلنا من ماء كل شيء حي. كان ماشي تبلغ العطش ده خالق ولا مخلوق؟ المويه مخلوق والعطش مخلوق. كنت العطش كما يد المويه. إذا استعانة ولا شنو؟ يخرج من بطونها شراب فيه شنو؟ شفاء. سؤال الناس العسل ما يستعان بغير الله. قميص سيدنا يوسف رد البصر يسوى بقميصي هذا فالقاشر ياتي بصر فلما جاء البشر غاهر رد شنو؟ ليه سيدنا يوسف كان يستعين بالله ما عرف الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انهاجر من مكه المكرمه المدينه ما عرف الله الهجره ليش؟ ما عشان يستعين بالانصار وما الانصار وقوه الانصار عشان ينشر الدعوه. الله ما قال ينصر وين في مكه؟ قادر لكن ده معناه اخذ بالاسباب كذلك التوسل اخذ بالاسباب. وصلت برجل صالح انا بعتبره هم مكانته عند الله بدل مكانته لان الله قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم بس لكن انا بعتبره اله ولا بعتبره زي ما بعتبره. لكن نسج الشيطان في اسهام بعض الجماعات اذا قلت يا رسول معنا عبد قول له يا جماعه ضريره النبي قال اقول له يا الله قال له قول يا محمد يا النبي مملكه يقول له استغيث بي. انتوا معنا يا احباب؟ صلى الله عليه صلى على النبي. فما بزول بيعتقد فيها غير الله. لكن نسج الشيطان في اصحاب بعض الجماعات من توسل بنبي اولي فقد عبده. الشعب رحمه الله لما قال اذا نابك خلق زمان قول يا الله اسماعيل قال استاذ احمد بن حنبل
أعلم من ابن تيمية وأعلم من عبد الوهاب وأعلم من الوهابية أحمد بن حنبل يحفظ 600,000 حديث على ظهر غد. قال حججت 5 حجج فضللت بحداهن ويعتبرون يا عباد الله يدلونا يا عباد الله يدلونا قال حتى وقت على الطريق. ده أحمد بن حنبل إمام. أحمد إمام مصر بيستغيث بله. الحديث وين؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاتك فليقل يا عباد الله حفظ. عباد الله ده هم الكباشي والمكاشي والنورين والمكاشي كله صلى على رسول الله. لكن أنت ما قاعد تدرك، أنت بدك كتب صغيرة كيف تملأ جهنم. يا أخي راجع نفسك يا أخي، قول رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا فوق كل ذي علم عليم. يا أخي أرجع لله وتوب، من تاب تاب الله عليك. اللهم اغفر لنا امين وانطعنا كل شيء سواه. عقب صلاه الصبح ان شاء الله ربنا يحيينا ان شاء الله ونجي نعمل تذكره موجزه ان شاء الله. ان شاء الله. تغلب رضاك وانطعنا كل شيء سواك الله يوسع عليك. اللهم اغفر على انفع تغلب رضاك وانطعنا كل شيء سواك الله يحب رسولك العلم لنا ولديك اللهم من صفاتك نعوذ من الله انفع رب الله اخشع من نفس لا تسمع لا يسلم قضاء الله خير قضاء. اللهم انصر الجيش يا جماعه، اللهم انصر الجيش اعداء الاسلام اعداء الدين واعداء الوطن، شتت شملهم يا رب، مهدس عليهم يا رب، واجعل ذلك علينا يا رب. صل علينا الفرج المرج يا رب العالمين. تقدم الحر والتوسط والتوسط وعنا الى المسلمين. اللهم صل على من عاداك وانصر على من ظلمك طير دونك والهم ولو علمنا طير بزوج جديد. شكرا رب سبحانه وتعالى يكرمنا بجاهه ويسكن المسيح جناته. امين. المرضانين ان شاء الله. حج لهم بالشفاء، المسلمين حج لهم بالتوبه. الشيخ عتيق امين. اللهم ارحمنا وارحمنا. كله ورحمه واصحابه. الله يهدي الجميع ان شاء الله. امين. امين. الحمد لله.